مكرونة بشاميل بقوانص مفرومة بديل اللحمة الطبيعي اللي كله فوائد عظيمة. عملت لكم منها قبل كده الحواوشي، والنهارده البشاميل الرهيب اللي على طريقتي يجنن بجد، لازم تجربوه. اهلا بيكم، وحشتوني والله. يلا بينا سوا نبدأ نحضر مكونات. معايا بصل ابيض وفلفل اخضر وفلفل احمر، ولو عندكم مشروم عايزين تضيفوه تمام، مفيش عادي، انا اكتفيت بالخضار ده علشان تبقى اقتصادية. ومعايا مكرونة سلقتها 3/4 سلقة وسبتها تكمل تسوية في ميتها وتشربها، وما شطفتهاش ولا صفتها. وكيلو ونص تقريبا من القوانص غسلتها ونضفتها كويس جدا. فرمت الاول البصل والخضار في الكبه، وبعدين فرمت القوانص ناعم جدا. عايزه اقول لكم ما تختلفش كتير عن ملمس اللحمه المفرومه، بيبقى فيها قطع بس كده ناشفه شويه. لو عندكم وقت تسلكوا منها اللحمه وتشيلوها هيبقى هايل جدا. لو مفيش وقت سيبوها زي ما انا سبتها، وممكن تضيفوا ميه ليها على جنب قبل ما تتحط على الخضار وتستوي لحد ما تدوب وتطرى خالص. وهحضر دقيق البشاميل. هنجيب بوله وهحط فيها 3 معالق كبار دقيق وتوم بودره وبابريكا مدخنه وكزبره ناشفه ورشه قرفه ورشه زنجبيل وشويه فلفل اسمر وبصل بودر، وقلبتهم كويس لحد ما الخليط كله تجانس تماما. عايزه اقول لكم انا حزينه يا شباب للغايه، يعني الكاميرا طلعت مش بتصور كل ده. انا كنت حطيت 3 معالق سمنه كبار قوي وسبتهم لحد ما دابوا تماما، ونزلت عليهم بخليط الدقيق، وبفضل اقلب كده لحد الدقيق ما بياخد لون ذهبي معايا ويتجانس مع السمنه البلدي. انا هنا مرضتش اني اجري خطوات البشاميل وسبتها لكم كامله، علشان لو حد مبتدئ او مش بيعرف يظبط البشاميل وبيكلكع معاه اخليه يحترف البشاميل من النهارده. والله يا جماعه البشاميل سهل جدا وبسيط، مش مرعب زي ما كانوا بيخوفونا منه. ده غير ان حتى لو كلكع بالهاند بلندر فكيه عادي جدا، ولو حتى مفيش هاند بلندر حطيه في الخلاط مش هتفرق، والدنيا بتتحل. وما تصعبوهاش على نفسكم، المهم في الاخر توصلوا لنتيجه تمام التمام. انا هنا زي ما انتوا شايفين قعدت انزل باللبن واحده واحده، ما وراناش اي حاجه، واقلب كويس وبسرعه اخلي البشاميل يربط في اللبن، وكل ما يتجانس ازود تاني، واستمر في التقليب والتزويد لحد ما حطيت 2 كيلو من اللبن، وحطيت ملح ودقته وظبطته حسب الرغبه، وفضلت اقلب باستمرار لحد البشاميل لما غلى معايا ووصل للقوام اللي انا عايزاه وقفلت عليه. هجيب الوok واحط فيها سمنه بلدي، وانزل بالبصل يدبل معايا ويصفر، وانزل عليه بالفلفل الاحمر والاخضر، واقلبه بقى كل فتره لحد لما كل الخضار يدبل ويشرب كل السوائل اللي فيه. وبحط على الخضار نفس بهارات البشاميل واقلبهم كويس، وبعدين بضيف القوانص المفرومه. وهنا ده بقى اختياري، بس انا بحب اضيف معلقه من الصويا صوص الغامقه ومعلقه من دبس الرمان، ولما بيكون عندي مستردة بضيف، بس انا هنا ما كانش عندي. وافضلوا بقى اقلبوا فيها لحد لما تستوي تماما معاكم وتبقى جاهزه للاستخدام. هجيب بقى صينيه واحط فيها شويه بشاميل، وابدا احط نص كميه المكرونه، وبعدين هنزل بالحشوه واظبطها واوزعها على كل مكان، ما اخليش حته فاضيه، واسويها كويس كده بالمعلقه، واضيف باقي المكرونه. وهنا بقى انا اخدت الصدمه، عايزه اقول لكم الصينيه طلعت صغيره قوي على مقدار كيلو مكرونه، وبقيت محتاسه ومش عارفه اعمل ايه، خصوصا لما بقى جيت احط البشاميل وبقى بيدلدق مني، وبقيت بالمعلقه اغرسها بقى بالطول علشان البشاميل ينزل، ومفيش فايده وبقيت لايصه. اكتفيت بالبشاميل ده وخفت اهدر منه، خصوصا ان لما دخل الفرن وقع كتير منه، وحقيقي كانت حوسه. ما تعملوش زيي ابدا واستخدموا صينيه اكبر. انا هنا قلت استغل المقدار الزياده ده، وجبت طاجن ودهنته سمنه بلدي وحطيت فيه شويه بشاميل، ونفس رصه الصينيه عملتها فيه، وكنت خايفه انه يطلع صغير، وبقيت اقول يا لهوي هيعملها معايا هو كمان ولا ايه.
بس الدنيا ماشت وبقت زي الفل الحمد لله. وهحط سمنة بلدي على وش الصينية والطاجن علشان يحمروا وياخدوا معايا لون بسرعة، لاني مش عايزة البشاميل يتشرب في المكرونة وما تبقاش جوسي كده. بدخلها فرن سخن تحت بس، لو لقيتها مطولة بقفل الفرن بعد ما تغلي كويس وبفتح الشواية تاخد لون وبقفل على طول، خصوصا ان كل المكونات بالفعل مستوية ومش محتاجة تتساب فترة طويلة. وتقدروا على فكرة تحطوا جبنة موتزاريلا، بس انا حبيت اخليها مش مكلفة. وكمان ممكن بدل ما تحطوا كل كمية اللبن اللي في البشاميل ده تحطوا نص لبن ونص مية سلق المكرونة، وممكن تحطوا نص شوربة بدل المية اللي تحبوه. المهم ان انتوا توصلوا للنتيجة اللي انتوا بتحبوها في الاخر. اتفرجوا بقى على جمال الصينية وحلاوتها وهي جوسي كده والبشاميل سايح وزي القمر. انا قطعتها وحطيت عليها كمان صوص باربيكيو وكان طعمها رهيب معاه. لو عندكم بقوا جربوه، وكمان ينفع صوص تشيزي او حتى مايونيز حار. وشوفولي بقى جمال الطاجن اللي يجنن وتبقوا عايزين تاكلوه حالا بالا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وبجد جربوا طريقتي في البشاميل ومتأكدة هتدمنوها. وبالهنا والشفا.